كما يلزم، ولعل ابرزها محاولة الجزيري اللي على بعد بضعة امتار ما يتمكنش من افتتاح النتيجة. فرصة جعلت في المقابل عناصر المنتخب الغيني تتحرك شيئا فشيئا وتتقدم نحو مرمى علي بومنيجي باستغلال بعض المساحات الفارغة اللي كان يتركها خط دفاعنا. فترات حرجة يمر بها منتخبنا، لكن حرفية راضي الجعايدي، حاتم الطرابلسي وعلي بومنيجل وكذلك طموح العابدي والبقية خلى عناصرنا الدولية سرعان ما يلقاو الحلول، ثم العودة لصنع الخطر في مناطق المنافس. وثنائي الهجوم الجزيري وسانتوس اللي أقلقوا في عدة مناسبات زملاء عمر كلبان عرفوا كيفاش يلقاو الثغرة بعد حوالي 35 دقيقة لعب. فبعد هدف أول يلغيه حكم الساحة لوجود دو سانتوس في موقع تسلل، زياد الجزيري كالعادة يستميت على الكرة في مناطق جزاء المنافس، يتم عرقلته وبدون تردد السيد تشونغ يعلن عن ضربة جزاء، وكليتون يكون له شرف افتتاح النتيجة. هدف حرر نوعا ما الملاعبية من الضغط اللي كان مسلط عليهم حتى قبل اللقاء، لكن في نفس الوقت كنا شاعرين وأن أداء المنتخب خلال الشوط الأول كان مغاير أداء عناصرنا في المقابلات السابقة، وهدف وحيد ما كانش كافي خلال ال 45 دقيقة الأولى. إضافة الحركية لخط الهجوم وخاصة التفكير في إضافة الهدف الثاني. وإذا وسام العابدي يمر بجانب الهدف بعد تسديدة يحاولها الحارس كامارا كيموكو في الركنية، فإن المنتخب الغيني من جهته بقيادة فينودو نقوم وبانغورا وعلى غرار ما فكر فيه منتخبنا الهجوم والتسجيل، وفي ظرف دقيقتين فقط المنافس يضيع زوز فرص أمام بهتة الدفاع التونسي. خلال هالفترة كان واضح من جانب الزوز منتخبات وأن الهزيمة تعني الابتعاد عن الطليعة وربما حتى الإقصاء عن كأس العالم والاكتفاء بالمشاركة فقط على الصعيد الإفريقي. تقريبا فرصة بفرصة مع أسبقية الزملاء الغضبان، خاصة بعد دخول عادل الشادلي مكان زياد الجزيري. التغيير يجني ثماره، ونفس اللاعب أي عادل الشادلي في محاولة لمغالطة الحارس الغيني كامارا، والكرة في الشباك، وثاني هدف لمنتخبنا قبل نهاية اللقاء حوالي 12 دقيقة. الوضعية تتعقد بالنسبة للمنتخب الغيني، خاصة بعد إقصاء لاعبه سيلا كامفوري عن الميدان، والوقت المتبقي حاول فيه منتخبنا استغلال التقدم في النتيجة وكذلك النقص العددي للمنافس، لكن لا سانتوس لا شادلي ولا جمعة يتوصلوا من إضافة الهدف الثالث.